حد عايز يجيب حاجه مثلا، انت واخد بالك يجيبها له ويساعد وكده. انت واخد بالك في جانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي دي اللي هي علاقاتك الاجتماعيه، علاقاتك الاجتماعيه مع زمايلك. عدواني، انت واخد بالك، لا سلمي، لا ما مالكش راي، لا عندك ثقه في النفس. الحاجات دي كلها انت واخد بالك بنكونها فين؟ بنكونها من داخل الاسره ومن داخل المدرسه، اللي هي بتاثر علينا في حياتنا. في تنمر، في واحد يقول لك في تنمر، انت واخد بالك، احنا اقل حاجه احنا المنظرات دول هم، يقول لك يا باربع عيون، انت واخد بالك. واحد مش عارف اسمر يقول له يا بكار، يا سماره، يا مش عارف ايه، انت واخد بالك، يتنمر. واحد تخين يقول له يا بومبا، يا كرومبا، يا انبوبه، يا مش عارف، انت واخد بالك كده. يعني واحد رفيع يقول له يا سلعاوه، يا سحليه، كده في تنمر. الحاجات دي بتاثر في نفسيه الواحد، بتاثر في نفسيه ايه الواحد. في الجانب الروحي، الجانب الروحي ده اللي هو ايه؟ علاقتك بالله عز وجل. الدين هو اساس كل حاجه، الدين هو اساس كل حاجه، انت واخد بالك، لازم تتعلق بالدين، والدين لازم تعرفه على اساسه وعلى اصوله. انك انت تعرف لازم من سن 7 سنين تبدا تصلي، تبدا تتدرب على الصيام، سن 10 سنين لازم تصوم، تاخد بالك، لازم تعرف موجباتك في الزكاه ايه، موجباتك في الصلاه ايه، موجباتك في اركان الاسلام، الحجه ايه، تاخد بالك، لازم تعرف الحاجات دي كلها وفرائضها وتبدا تطلع وبتاع وكلام زي كده. معظم الحاجات اللي احنا الناس ربنا بيبتليها بيها، انت واخد بالك، بينسوا حاجه، الزكاه. ما بيجيش بيطلع غير زكاة رمضان، أبو زكاة المال وزكاة الزروع، أنت واخد بالك، وزكاة الذهب والحاجات اللي زي كده ما بيطلعهاش، يقول لك لا أوفرها، أنت واخد بالك، لا، ما هي دي